اولا ايش سالفه هذا البنت وليش الكل كارهها ومنتقدها وقال قالبين عليها؟ انا الحين راح اقول لكم. بس قبل ما نبدا يا اخوان، اتمنى منكم انكم تشاركوا هذا الفيديو وتعملوا لايك ومتابعه، لان ما بقى لنا شيء وان شاء الله نوصل 15,000. طيب، هذه البنت اسمها ايوش، وهي احد مشاهير على التيك توك، واللي عندها بحسابها اكثر من 700,000 متابع. وقبل اسبوع تقريبا نزلت هذه البنت اسمها ايوش بحسابها مقطع عفوي لها، وهي تقلد فيه احد الريكشات اللي كانت منتشرة بشكل مو طبيعي. لكن الشيء اللي ما توقعته انه مقطع هذا انتشر بشكل مو طبيعي جدا، وجاب لها خلال اسبوع بس اكثر من 5 مليون مشاهدة. واللي يحسن بالموضوع انه هذه ايوش، وعلى الرغم من انها طفلة الا انها بعد هذا المقطع تعرضت لهجوم مو طبيعي جدا، وصارت حديث على التيك توك حرفيا طول الايام اللي فاتت. يعني انتم لو دخلتوا على الكومنتات بالمقطع اللي هي نزلته راح تشوفون الهجوم الغير طبيعي، والسبب انهم يقولون ان طريقتها تقليدية وكانت شوية مستفزة، على الرغم من اني انا الحين لو شفت لكم المقطع بتشوفوه انه طريقتها كانت جدا تقليدية وعادية، ما كانت تستدعي لكل هذا الهجوم ابدا. وهذا المقطع خلنا نشوفه مع بعض. تعرف شو هو ارخص مكان بالعالم؟ تعرفي؟ هذا هو رخيص جديد مسخن بياض، اي حدا بيقدر يشتري، رخيص كتير قلبي. تمام؟ انا قلبي دق 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 دق. تمام؟ دقاته نظامية، كل شيء نظامية. تمام؟ ارخص مكان في العالم، داخل كيس، يوم الخميس انت بيس وبشيله وامشي. تمام انا كل ما بدي اعمل شغله بدكم تصوروني. وبلا فلاش على فكرة. انا عن نفسي اشوفه يعني مرة عادي، ما ادري عنكم، هذا الموضوع يرجع لكم. عموما حتى لو كانت يعني طريقتها تقليدية او مستفزة كما يزعم البعض، فهذه مو مبرر ابدا انكم تهاجمونها بهذا الشكل. وتذكروا انها طفلة، ويعني لو قرأت حتى كومنتاتكم هذا راح يتأزم نفسيتها، يعني تتعب بشكل مو طبيعي ابدا. وتذكروا كمان انه هذه البنت صغيرة، يعني مو بشرط انك تهاجمها بهذه الطريقة. تسأل نفسك هي ايش المستفز بالموضوع ما دام هي ومين اللي شهرت ومين اللي قلدتهم. القصة ما فيها انه يوجد شخصين من باكستان عملوا فيديو ترويجي يا اخوان. هذا هو الفيديو. أرخص مكان في العالم هذا هو، جديد رخيص يجنن يهبل يموت خيام، تنزيلات نكشة جديد كله رخيص، داخل كيس يوم الخميس أكل دميت. تخيلوا معي يا اخوان انه هذول الشخصين يعني رغم سبحان الله رغم بساطتهم بهذا المحل وعملهم هذا الفيديو، الا هذا الفيديو انتشر بشكل مو طبيعي وجاب لهم ملايين المشاهدات. ومن بعد هذا الفيديو الله فتح عليهم باب الرزق مو طبيعي. سبحان الله وسبحان الرزاق كيف يرزق الانسان. فمن بعد هذا الفيديو يا اخوان بدت ناس كثيره وشركات تتواصل معهم عشان يعملوا لهم اعلانات. وتخيلوا فين ما راحوا يعملون اعلانات لشركات او محل. وعلى الرغم من استمرار هذا الموضوع الا انهم صاروا محل انتقاد لبعض الاشخاص. تخيلوا معي وفين ما راحوا على الشوارع بالناس بتناديهم انتم اصحاب اغنية كذا، انت اصحاب مقالة كذا. وحتى رغم هالشيء هذا انهم ذهبوا الى العمرة، ورغم هالشيء هذا يا اخوان يوجد ناس هناك صوروا مع مقطع وطلبوا منهم ايضا يقولوا هذه الجملة. معليش يعني حتى احنا اليوم لو انتم انتقدتوا هاي البنت رغم انها مسكينة وطفلة وما زالت صغيرة، كيف بتوجهوا رسالة للاشخاص اللي جالس ينتقدون او جالس يلاحقون هؤلاء الاشخاص اللي تعبهم حتى من طريقة كلامهم؟ كل ما بيروح على مكان ناس تجي لهم بالله ممكن هالفيديو، ممكن تحكي مع ابني هذا الكلام، ممكن تعيد مع ابني. فشوف هذا المقطع. يجنن يهبل يموت خيال. اخوان حتى مع ذهابهم الى العمره وسوى اعتمر الرجال الا انهم واجهوهم في العمره وطلبوا منه. وتخيلوا رغم كلامه بيقول لهم خلاص هذه اخر مره. هذا دليل على انه عادوها اكثر من مره. يعني الرجال زهق تعب خلاص. انت المواقف اللي مثل هاي او الاشياء اللي بتشوفها خلاص اترك الناس، اترك الخلق للخالق. فما بداعي تدخل وتشحر نفسك بكل موضوع وتبدا تستفز الناس او تتكلم عليها. فهذه الفيديو انا حبيت اشاركه معكم واعطيكم رايي فيه، فاتمنى تعطوني رايكم بهذا الفيديو. فربي يوفقكم وفي امان الله.